السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي وأصحابي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. معكم أحمد الشاذلي ومن جديد قصة جديدة. يلا بينا نبتدي قصتنا، وقبل ما نروح نسمعها حابب أطلب منكم زي كل مرة الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا مطولش أكتر من كده. قصتنا النهاردة ممكن تكون من أكتر القصص رعب اللي تقرأها أو تسمع عنها في حياتك، وهتكتشف ده معانا لو تابعتني لآخر الفيديو. وفي إحدى المهرجانات هناك، هو يعتبر من أكبر المهرجانات في العالم، تم افتتاح فيلم قصير موجه خصيصا للأطفال، وكان تصنيفه رعب كوميدي. شاركت أسرة كاملة، هم فعلا كانوا أسرة في الحقيقة وشاركوا كأسرة في الفيلم. اللي حصل أثناء تصوير الفيلم، كان في مشهد في الفيلم بيجمع طفل من أفراد الأسرة، وزي ما هو واضح في الصورة اللي قدامكم فيها 2 ممثلين لابسين أقنعة سود كأنهم قابضين عليه. بعد ما خلص المشهد ده في نفس اليوم بالليل، يشتكي الطفل لوالدته انه حاسس بألم في ظهره كأنه محروق او ملسوع بالنار. ولما كشفت الام ظهر ابنها عشان تطمن عليه، تتفاجئ ان نفس رسمة القناع اللي كانوا الاشخاص اللي معاه في المشهد لابسينها ظهر على ظهره، زي ما يكون حد جايب ابرة ومخرم ظهر الولد وراسم شكل القناع على ظهره. الام اتفزعت لما شافت المنظر، حاولت تفهم من الولد ازاي ده حصل او مين عمل فيه كده. الولد قال ان مفيش حد عمل فيه حاجة، بس قبل تصوير المشهد اللي فيه الناس المقنعة ظاهرين قابضين عليه، خدوا واحد من فريق العمل بحجة انه يراجع معاه السكريبت، وطلع كتاب مرسوم فيه نفس رسمة القناع، بس كانت مرسومة بطريقة متخرمة على الورق زي ما هو ظاهر على ظهر الطفل بالظبط. الشخص ده طلب منه انه يغمض عينيه ويحط صباعه على الرسمة ويمشي صباعه عليها بطريقة معينة. في نفس الوقت كان حاطط ايد من ايديه وبيتمتم بكلام مش مفهوم بصوت واطي. بيقول الولد انه وقتها كان حاسس انه جسمه متخدر وحس بشيء غريب، ولانه طفل ما قدرش يوصف احساسه بالظبط. لكن بمجرد ما خلص الشخص ده الكلام وفتح عينيه، حس انه قعد شوية يفتكر هو جه مع الشخص ده ليه، وما افتكرش غير بعد فترة كبيرة. أمه لما سمعت الكلام ده قدرت تفسر ليه كانت تصرفات ابنها بعد التصوير المشهد ده كانت غريبة. قالت إنه كان بيكز على أسنانه وبيبص لكل اللي حواليه بنظرات عدوانية على غير طبيعته، وراحت حكت لوالده كل حاجة بالتفصيل. وبناء عليه تاني يوم في التصوير حكى اللي حصل لمنتجين الفيلم. بس تحصل مفاجأة، المواصفات اللي قال عليها الولد عن الشخص اللي أخده وخلاه يمشي إيديه على الرسمة مش من ضمن فريق العمل ولا يعرفوا عنه حاجة، لدرجة انهم جمعوا فريق العمل كله، والولد اكد ان الشخص ده مش منهم. الاهم من ده ان مكان التصوير ما ينفعش حد غريب يتواجد فيه غير بتصريح، وده اللي اكده منتجين الفيلم، ان ما كانش في حد غريب موجود. يعني كلام الطفل يا تهيؤات يا كذب. بس لو كذب او تهيؤات، ازاي الصورة ظهرت على ظهره بالطريقة البشعة دي؟ الأب أخد الولد للدكتور علشان يكشف عليه، عشان يأكد الدكتور إن الحالة دي غريبة ملهاش تفسير ولا تشخيص. لكن قال لحسن حظه في دكتور كبير قوي هيكون موجود بكرة في المستشفى، وإنه لازم يجيب الولد يعرضه عليه، لأنه أكيد مرت عليه حالات مشابهة في الجلدية وممكن يساعده. بالفعل يجي الأب تاني يوم ومعاه ابنه عشان يتفاجئوا بأن الدكتور اللي كان المفروض هيكشف عليه اتقتل في عيادته جوه المستشفى مخنوق. الأغرب إن أول لما اكتشفوا جثة الدكتور لقوه لابس نفس القناع اللي مرسوم على ظهر الطفل واللي موجود برضه في الصورة بتاعة الفيلم. وكان الدكتور ده عارف قصة اللي حصل للولد وتم التخلص منه قبل ما يكشفوا لهم الحقيقة. الأكثر رعب إن لما الأب راح للدكتور الأولاني عشان يفهم منه إزاي ده حصل، اتفاجئ إنه بينكر إنه يعرفه أصلا، وده اللي خلى الراجل يخاف لا يكون في مؤامرة بتحصل عليه، وخد ابنه ومشي من المستشفى على طول. في الوقت ده الثقوب اللي كانت في ظهر الولد كانت بتوسع كل يوم عن اليوم اللي قبله بطريقة مرعبة، لدرجة ان عظم ظهره بدأ يبان من جوه جسمه. انت متخيل؟ الموضوع أثار حالة من الذعر بين أفراد الأسرة، واللي بدأوا يطالبوا صناع الفيلم يتصرفوا ويوصلوا للي عمل كده. ما كانش حد فاهم حاجة قوي ايه اللي بيحصل للولد، والحالة بتسوء
وهنا يجي دور الصورة التانية واللي فيها بهلوان ماسك بلطة ومتصور مع نفس الأسرة في مشهد من مشاهد الفيلم. الصورة دي لو ركزت فيها هتلاقي ان في دراع شخص ظاهر معاهم وباين انه ضخم جدا. الأسرة أكدت ان وقت تصوير المشهد ما كانش فيه حد موجود في الكادر عشان يظهر دراعه كده، وان في حاجة غريبة بتحصل مش طبيعية. ويبدأوا يفكروا ان الموضوع ليه علاقة بالسحر، السبب فيه هو الشخص اللي ظهر لابنهم واللي مش عارفين هو مين او فين. ومن هنا بدأت رحلة البحث عن علاج للسحر ده، واللي الأب قرر يدور على شخص في المجال ده يفسر اللي بيحصل لابنه. بس في الوقت ده حالة الولد كانت بتزيد سوء، كان جسمه بيسخن فجأة بطريقة ترعب لدرجة إن أمه حرفيا كانت ممكن تتلسع من درجة حرارته، وفي نفس الوقت كان ممكن فجأة جسمه يتلج بدون مبرر، لحد ما وصل بيه الموضوع إنه فقد النطق، ما بقاش يتكلم في الوقت اللي كانوا بيلفوا بيه على الدكاترة، ومحدش عارف أو قادر يشخص حالته. بس الغريبة ورغم إنه فقد النطق إلا إن أمه أكدت إنها أكتر من مرة بتسمع صوته في الأوضة بيتكلم، ولما تدخل عليه تلاقيه واقف قدام الحيطة كأن في حد واقف قدامه بيكلمه. لكن الغريبة إنه كان بيتكلم بلغة غريبة مش مفهومة، وبمجرد ما تنادي عليه وتتكلم كان بيبطل كلام ويروح على السرير ويفرد جسمه وينام زي المقتول. في الفترة دي كانت لسه الثقوب في ظهره بتكبر، وبدأ يظهر في الجلد نفسه بقعة خضراء تشبه العفن، لحد ما يجي يوم وتتفاجئ الأم إن الثقوب دي كلها مليانة دود بشكل مرعب وبشع. الأب كان في دوامة تانية مش لاقي حل ولا عارف يعمل إيه. الولد على وشك الموت لحد ما قدر يوصل لشخص من مستخدمي السحر، واللي حكاله اللي بيحصل بالتفصيل وعرض عليه الصورة فيها ظاهر ايد شخص ما كانش معاهم وقت التقاطها. الساحر ده طلب يقعد مع الطفل وبالفعل يحددوا الميعاد اللي هيحضر فيه، وطلب ساعتها ان افراد الاسرة كلها وكل اللي كانوا في الصورة يحضروا الجلسة، وتجتمع الاسرة كلها في اوضة الطفل ومعهم الساحر اللي كان معاه بعض الكتب بيقرأ منها كلام غريب مش مفهوم. وفجأة يطلب كوباية مية بأقصى سرعة عشان تقوم الأم تجيب المية، لكن فجأة وهي في المطبخ تسمع صوت كل اللي في الأوضة صرخ وصرخات مفزعة لدرجة إن كوباية المية وقعت من إيديها انكسرت من الخضة. تجري الأم جري تفتح الأوضة عشان تشوف شخص في نفس حجم ابنها لابس نفس بدلة البهلوان اللي كان في الصورة وفي إيده بلطة، وكل أفراد الأسرة بما فيهم الساحر دماغهم مشقوقة بالطول لحد بداية الرقبة. كل الأسرة بنفس الشكل ما عدا الطفل، وده أكد لها إنه هو اللي عمل فيهم كده، رغم ان البدلة مغطية وشه بالكامل. هو الوحيد اللي مش ضمن المقتولين. بس الغريبة هو جاب البدلة دي منين والبلطة، وازاي طفل صغير يعمل في ناس كبيرة بالشكل ده. تجري الست وسط فزع وصرخات هستيرية تبلغ الشرطة وتقول لهم ابني قتل جوزي وولادي. الشرطة استغربت لما سمعت الحكاية، ازاي طفل صغير يعمل كده. ولما جت الشرطة وعينت مسرح الجريمة تتفاجئ ان الولد الصغير من ضمن المقتولين. مش بس كده، ده كل الجثث لابسه نفس القناع الاسود اللي في الصوره، عشان تتهم الشرطه الام انها مختله عقليا، وخصوصا بعد اللي سمعوه منها وانها المتهم الاول في القضيه، وبالفعل يتم القبض عليها ويتوجه لها تهمه القتل. الغريب في الموضوع ان كل الناس اللي طلبت شهادتهم واللي هم مصورين الفيلم اختفوا في ظروف غامضه، ما بقاش ليهم اثر، وكأن الارض انشقت وبلعتهم. في النهاية تتعدم الأم، لكن الغريب إن وقت دفنها واستلام الجثة من المستشفى يلاقوها لابسة نفس القناع بدون أي تفسير. إيه اللي وصل ليها القناع ومين اللي لبسه لها؟ وبكده أحبابي وأصحابي في كل مكان نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. يا رب تكون عجبتكم. أتمنى منكم زي كل مرة بطلب فيها منكم الدعم بلايك وشير والاشتراك في القناة. أشوفكم على ألف خير في قصة جديدة. سلام.